هذا الطفلة المسكينة المغلوب على أمرها حقها بيضيع مع قادم الأيام. وتذكروا كلامي، إذا ظلينا ساكتين بيضيع حقها ويضيع حق أي بنت تغتصب من بعدها طالما إحنا سكوت. لا تستغرب لي، والله القضية معروفة وواضحة للعيان. الآن هم يؤخروا صدور الحكم من أجل الوسطاء تكون معاهم فرصة ومهلة أنهم يتفاوضوا مع الأب علشان يخرجوا إلى صلح. الأب يتعرض لضغط كبير بالإغراء والتهديد. الأب يعرض عليه أراضي وبيوت وفلل وسيارات وأموال، وهم اللي يضخوا بيس، يعني في مشايخ اللي يضخوا فلوس. والأب ما فيش معه بيس، رجال معروف عامل يشتغل باليومي من فله، والشرايع معروف أنه يشتي لها زلط ويشتي له صرفة للبيت ويشتي له إيجار بيت. يمكن ذلك هو بوضع حرج، والهدوء هذا يسبق العاصفة، وغضب الله علينا ينزل إذا ما وقفنا مع هذا الرجال. اللي يقول ما لش دخل بيجي يوم تندم على هذه الكلمة عندما يحصل معك موقف مثل ما يحصل مع هذا الرجال، عندما تغتصب بنتك ويهتك شرفك وعرضك وتتمنى من الجميع يوقف معك. تتفاجأ إن في ناس يقولوا ما أنا دخل مثلك. عليهم دول. المهم إخواني الإعلاميين، رجاء عيدوا رونق القضية وخلونا نتفاعل من جديد ونحاول نشد يصدروا حكم الله، ما نشتي شيء مزايده، ويحكموا بما أنزل الله. الزاني المحصن يرجم وبس، وهذا هو مطلبنا. وأتمنى من الجميع نشر هذا الفيديو يوصل لناس أكثر، وطاهر السياغي يطلع فيديو يوضح للناس علشان نعرف وين وصلتم. تحياتي للجميع. حسبي الله ونعم